السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان، هذا الاكل اللي اللي يخلونه مرات بالخلطة للبلابل، هي الاكل الشتوية طبعا، لازم بالشتاء الاكل الناشف. فهاي يسمونه هذا اللون فقط، هذا يسمونه تغيير لون. يعني احكي لك عن تجربة، انا ما واحد سولف لي، الله شاهد، كل بلبل عندي هسه وحشي او اليف جاي اهلس الصفار اللي تحت الذيل. الصفار اللي تحت الذيل جاي اهلسه كلش، ما اخلي ولا ريشه، وانطيه فقط دود قبابي ومن هذا الاكل. هذا الاحمر شوفه، اقسم بالله راح يطلع الصفار ما يطلع اصفر، يطلع برتقالي مثل البلبل الماليزي. زين، احكي لك عن تجربه، فما اقدر انشر لك البلبل واقول لك هيك هلسته وهاي، لان جاي صفحتي جاي تتوقف مرتين توقفت، لان يقول لي انت تنتهك معايير شلون هيك تجاوز على الحيوانات والطيور ومن هالسوالف هاي. فراح احاول انشر هاي صورت الاكل عسى وان ما هاي المعلومه، والله تمنيت من زمان انطيها لكل شخص، بس صفحتي توقفت مرتين من نشرت البلبل. ف هسه هددوني، قال راح تتوقف صفحتك 3 سنوات اذا كررت هاي المنشورات. فهسه نشرت بس الاكل، وكيف الله هذا الاكل موجود بالبراجه او عند باعين اللي يبيع هذا الاكل، يبيعون اكل خاص للبلابل. تهلس الصفار فقط، تنطي مثلا الصبح 5 دودات قبابي. هذا شلون التمر، يعني خلي هاي القطي مثلا دير نصها للطاسه او شيء عندك، شنو الاكل اللي تخلي العفو، الطاسه اللي تخلي بيها اكل البلابل فخليها نص من هاي لا، شيل التمر، شيل الخيار، كل شيء. الفواكه طبعا وقفوها، لا حد ينطي فواكه.